لا أيام من عدة ولو فينا نردها أيام من عدة ولو فينا نردها كنا ردينا أوقات صارت هلأ ذكريات لكن يا خسارة الحياة تمرق ما فينا نردها وكنا رجعنا أحباب فارقناهم كنا صالحنا أصحاب زعلناهم كنا سامحنا يلي جرحنا كنا اللي مرة جرحنا رحنا نقله سامحنا كنا رجعنا أحباب فرقناهم كنا صالحنا أصحاب زعلناهم كنا سامحنا يلي جرحنا كنا اللي مرة جرحنا رحنا نقله سامحنا أيام 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 من عدة. على حد علمي في اللغة العربية أنه كلمة أمنية تطلق على الشيء اللي بعيد أنه يتحقق والرجاء هو الشيء اللي ممكن يتحقق. فأمنيتي أنه في أسعد يوم في حياتي واللي راح يكون أسعد يوم في حياتي وفي حياة كل بنت اللي هو زفافها يكون أبوها موجود. فأنا أبويا مات فحبيت أنه يكون موجود في يوم مثل هذا ويمسكني من إيدي ويسلمني لعريسي أو زوجي ويقول له هذه بنتي تهلا فيها، يعني بالمعنى باللبناني يعني توصى فيها، انتبه لي. انتبه عليها يعني توصى فيها. وكمان حبيت نسامحه وحبيت يسامحني لأنه مهما يكون هذا أبويا والدي، هذه هي أمنيتي. أوكي في الشمعة؟ إيه. وبدك تاكلي شقفة جاتو؟ أكيد. لو قلت لك رجاء مش أمنية بسرعة شو بتتمنى؟ بسرعة بسرعة. إني أوصل لهدفي في الحياة. ميرسي. إيفال تبع كنزة بالنسبة إلي شخصياً كتير مؤثرة، مع أنه يمكن فهمت كلمة أمنية كشي كتير بعيد يتحقق. بتصور أمنيتها بتشبه أمنية كتير ناس. غنت كتير حلو وصوتها أصلاً كتير حلو وخامتها كتير حلوة. إن شاء الله تضلها هيك وتفرجينا بعد مدى أكبر بصوتها وتقدر تفرجينا غير ستيل. وأنا يعني تحديداً بحب شوف كل مداها لكنزة هي وعم بتغني. تنقيت الأغاني إن شاء الله مرة الجاي يكون مداهن أوسع. بيعجبني بكنزة ست رائي بلبسها بتصرفاتها بتمشيطتها كلها. في شغلة هلأ غنت بإحساس عجيب، أكيد متأثرة كتير، سيطر شوي على صوتها وهي صوتها كتير حلو. والعجبني بكل هالشي أخدت
شوية وقت قبل ما تبلش تكمش النوتة بالقرار، هاي شغلة منا مسحة. برافو كنزة. كنزة راقية برنسيس بشكلها وبتصرفاتها. واحد بحسها هيك متعالية على اشياء كتير. صوتها حلو، اليوم كان اقل حلا لانه كانت متاثره. تاثرها ضايقنا كلنا ووصلنا. حلو تفسيرها لانه هي وعيت على اللي ليا ما فسرت لنا اياه. ليا كمان عملت شيء تمني ما بصير، بس هي قالت لنا في تمني وفي رجاء، يعني فسرت لنا واعيه هي حتى ما نحن بعدين اوطبت علينا لحتى ما نحن نقول انه عمل اللي قلناه عليها. هيدا شيء عجبني فيها. حبيتها، وصلت لي، ويا ريت يتعلموا بس يتاثروا ما يتاثر صوتهم، لانه هي صوتها احسن من هيك بعد بكتير. منه عاطل ابدا كان، بس هي بعد هيك قفلتها احلى ومفروض تكون احلى، بس هالقد كانت متاثره. حلو هالشي. كنزة من أذكى تلاميذ الأكاديمية، ما في شك. ذكية وعندها فيناس لدرجة إنها دايما بتلقط الأشياء متكاملة. ما في إيفال كنزة بتفوت إلا ما بيكون من الأول إيفال لآخر الإيفال كله على بعضه متكامل. من إحساسها يلي هو كتير كتير حقيقي وكتير رفيع، وهيدا اللي بيخليها تكون ممثلة من الدرجة الأولى عندي بالصف، من أشطر تلاميذ كنزة. أتمنى حقيقية بإحساسها. ذكاها بخليها تنقي الأغاني المناسبة. ذكاها بيعمل منها مؤدية انتربريت كتير حلوة، لدرجة إنه ننسى الأغلاط صوتيا، لأنه في أغلاط صوتيا إذا واحد بيركز، بس هي بتاخدنا بمشهدية كل شيء عم بتقدمه. هون ذكاء الفنان. يعني أنا بتصور إنه كنزة إذا تشتغل بعد شوي على صوتها بتوصل لمحلات كتير بعيدة، وذكاها هو يلي خليها تفسر لنا الفرق بين تمني ورجاء، وما ما بتخلي لك بتبكل الشغله بطريقه انك ما تقدري تعملي لها ملاحظه. اهم شيء بكنزة هي الاتيتيود تبعها او الوقفه تبعها والتطليعه تبعها، النظره تبعها، كيف تمسك اللي عم بشوفها. يعني بتلقطه بتقول له طلع فيي بتسمع علي. بس اكيد كنزة في عندها نقاط ضعف بصوتها، هيدا الشيء اللي لازم كتير تشتغل عليه، لانه بتقدر توصل لمحلات كتير كبيره اذا اكتمل هالشيء. كنزة عندها مطرح بصوتها كتير حلو، بس هالمطرح هو ضيق او قصير. اذا توسع بالعرض بالقرار وبالجواب رح يصير عندها مدى كتير حلو، لانه المحل الكتير حلو بصوتها محدود، وهذا الشيء اللي بيعيق انها توصل الاغاني بشكل مكتمل. بالاضافه لانه اوقات العرب بتطلع كتير منيحة، اوقات بتطلع لا. يعني هيدا انه دايما انا منقزة بين الكتير منيح وبين الوسط، والنقلات بين مثلا اذا عم بتغني مقام، اذا عم تنقل مثل هلا نقلت على النوتات الشرقية ما كانوا كتير واضحين. هودي كنزة لازم تركز عليهم مثل ما بتركز على افكارها، مثل ما بتركز على مواضيعها، تتكون فعلا مكتملة، لانه هي بالفعل بتشد بس نحضرها. لازم تشدنا بالنظر وبالسمع.